من الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انا اسمي مريم سعيد من اسكندريه. وبنتي ميرولا. بنتي صحت من النوم، ظهر لها ورم من ورا ودنها لغايه نص زورها. ورحت لكذا دكتور وعملت كذا اشعه. فكان يعني مأكد ان ده ورم. رحت لدكتور كبير قوي في اسكندريه، اشهر دكتور بتاع جراحه عنق ورقبه اورام غده. فقال لي يا مدام العمليه صعبه جدا وحالتها صعبه لان هي عندها 4 سنين. والورم كبير قوي قوي. فقلت له دكتور طيب هنعمل ايه بقى؟ فقال لي بكره لازم فورا تعملي العمليه، ما تاخريش، لان انا بقالي شهرين دايخه يعني على دكاتره وكده. ما كانش حد محدد الحاله بتاعتها. فقلت له خلاص ماشي يا دكتور تمام. فقال لي بس لازم تحجزي عنايه مركزه للاطفال في المستشفى اللي احنا هنعمل فيها. فقلت له ماشي. فانا كنت بصلي وبقول له يا رب انا يعني واثقه فيك. كنت بتشفع بام النور بقول لها دي بنتك، وانتي ام وحاسه بيا وواثقه في شفاعتها جدا. بقول لها انتي ام وانتي ام ربنا يعني. لو طلبتي منه اي حاجه عمره ما هيرفض لك طلب، لان انتي ام وانتي ام الاله. انا واثقه في شفاعتك يا عذرا، حتى لو بنتي هتعمل عمليه الصبح بكره انا واثقه ان انت هتمدي ايدك والحال هيتغير. انا واثقه فيكي. وفعلا جوزي كان عمال يدور على المستشفى فيها عنايه مركزه للاطفال عشان يحجز، عشان العمليه كانت الصبح. وانا في نفس الوقت بصلي وبقول له يا رب انا واثقه فيك يا رب وماسكه فيك، يعني انت مش هتسيبني. فحد اتصل بيا بالتليفون قال لي في كنيسه في ميت بشار، في منيا القمح. هناك بيحصل معجزات كتير قوي على اسم العذراء. ويعني تعالي نروح ناخد بركة. قلت لهم دي العملية بكرة. طب خلاص انا مش هعمل عمليات، انا رايحة الكنيسة. فقالوا لي ازاي العملية؟ وقلت لهم لا خلاص انا رايحة للعذراء، هي العذراء دهيتني فانا رايحة لها. والصبح سافرنا ورحنا منيا القمح في كنيسة العذراء ميت بشار. وطلبنا يعني طول السكه كنا بنطلب العذراء ان احنا رايحين لك يعني. وقعدت اقول لها انت شفتي احنا تعبنا في المشوار وفي السكه قد ايه، زي ما احنا تعبنا يا عذراء وجينا لك انت مش هتسيبينا وهتنظري لتعبنا والمشوارنا ليكي. زي ما احنا جينا لك انت مش هتردينا، مش هتكسفينا، انا واثقه فيكي. رحت الكنيسه هناك وطلبت من ابونا يصلي لنا، فصلينا عند المقصوره بتاعه العذراء. فقال لها يا عذرا حني عليها. قلت له يا ابونا البنت صغيره عندها 4 سنين، طفله صغيره. قال لها يا عذرا حني عليها دي البنت صغيره. قال لي بصي يا بنتي غيري الدكتور اللي انت عنده ده والعذرا هتبسطك. فقلت له يا ابونا ده اشهر دكتور في اسكندريه، طب اروح فين انا؟ ده انا دخت على الدكاتره. قال لي انا ما اعرفش بقى، انت غيري الدكتور والعذرا هتبسطك. بس انا يعني كنت واثقه في كلامه جدا ان انا هغير الدكتور وفعلا العذرا هتبسطني. وكنت واثقه ان انا هرجع تاني واشكر العذرا وان العذرا فعلا هتبسطني. وواثقه ان انا هرجع تاني ليها وهشكرها ان هي وقفت مع بنتي. ورحت بعد 3 ايام صلينا وصمنا 3 ايام عشان ربنا يعني يرشدنا لدكتور تاني. وفعلا رحنا لدكتور تاني وقال لي نفس الكلام بتاع الدكتور الاولاني. وقلت له طب يا دكتور يعني هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ قال لي عمليه. قلت له طب تمام عمليه، ما تقلقش يا دكتور ربنا معاك. كان الدكتور الاولاني قال لي ان الورم ده هيرجع تاني، يعني لان ده كان واصل بين شريان المخ وعصب العين وعصب الفك والودن والوتر بتاع الكتف، فكان في منطقة حرجة جدا وصعبة جدا. فقلت له ماشي يا دكتور ربنا معاك يا دكتور ما تقلقش وكده. راح قال لي انت اللي بتطمنيني؟ قلت له انا بطمنك، انا واثقه في ربنا يعني وواثقه في مامته وهي مش هتسيبنا. فقال لي خلاص طب العمليه كمان اسبوعين. قلت له كمان اسبوعين ازاي؟ ده الدكتور الاولاني قال لي بكره الصبح تعملي عمليه ما تستنيش. قال لي لا ما دام انتوا ربنا معاكم كده فاصبري اسبوعين. انا عاملها لطفل ما كانش قادر يحرك رقبته، فبنتك بتحرك رقبتها وبتبلع وبتتنفس فما تقلقيش يعني، اصبري اسبوعين. وفعلا كلمت ابونا تاني في التليفون، ابونا جرجس، قلت له معلش يا ابونا تعبينك معانا، الدكتور قال لي اسبوعين اعمل ايه؟ قال لي ما تقلقيش زي ما الدكتور ده قالك اعملي والعذراء هتشفي لك بنتك. بعد اسبوعين كان خلاص بقى دخل العمليات. فانا كنت واثقه برضو في العذراء ان هي مش هتسيبنا. وقلت لها دي بنتك بقى يا عذراء وخلاص، يعني انا هعمل ايه؟ انا مفيش في ايديا حاجه، دي بنتك انت بقى يا رب وانا سلمت بقى ليك اتصرف انت. ودخلت العمليات، قعدت 7 ساعات في العمليات. طلعت بقى بلاستر ودرنقه وفي خرم في قفاها للدرنقه وخراطيم، وكانت يعني طالعه. انا طلعت من العمليات بقيت اقول يا رب انا واثقه فيك حتى لو هي منظرها كده، لا انا واثقه فيك، دي مش بنتي، دي مش بنتي، انا واثقه فيك. ففاقت من البنج لقيت الدكتور بقى جه طالع من العمليات.
بيقول لي ايه يا مدام قاعده ليه؟ قلت له يا دكتور ده انت المفروض تطلعها عنايه مركزه، انا مستنيه حضرتك عشان يعني تطلعوا العنايه المركزه. فقال لي لا عنايه مركزه ليه؟ قلت لي يومين في العنايه المركزه وثلاث اربع ايام في المستشفى لغايه ما الحاله تستقر، لان دي طفله صغيره ومش هتستحمل البنج والعمليه صعبه جدا. قال لي لا يا مدام انتوا تاخدوا بعضكم وتروحوا البيت. انا فتحت عشان يعني اشيل الورم وكده. انا لقيت ورم كبير جدا وملفوف على شريان المخ، ورم ريزل جدا وملفوف على اصعب مكان. كان ملفوف على عصب العين وشريان المخ والوتر بتاع الكتف وعصب الفك. حتى الدكتور قال سلمي عليا يا ميرو، اضحكي اغمزي لي بعينك يشوف الدنيا شغاله يعني معاها ولا لأ، حركي ايديكي. فقال لي يا مدام انا جيت اشيل الورم، ما كنتش انا اللي بشيله، كان في حد بيشيله. من دي حاله نادره ان الورم كان محطوط في كيسه. فربنا يعني بيقول لي من رحمه ربنا على الطفله دي حطه في كيس. فانا شلت الورم بالكيس، انا ما عملتش حاجه. ومش انا اللي كنت بشيل الورم، كان في حد معانا، في ايد معانا تالته شغاله معايا انا والدكاتره كانت بتسحب الكيس بالورم. دي حاله نادره، احنا صورنا العمليه فيديو لان احنا مش مصدقين. وفعلا بعت لي العمليه على الواتس، كان مصورها وهو كان منبهر بالعمليه ان مين اللي بيشيل الورم، الكيسه ديت الورم في كيس ازاي، دي حاله نادره خالص ما شافوهاش قبل كده. بيقول لي فربنا وقف معاكم جامد قوي، ورحمه ربنا على الطفله دي واسعه جدا. فلا ما دام انتوا خدوا بعضكم وروحوا. فانا كنت بصلي واقول لها يا عذرا دي بنتك مش هتسمحي لها بالم، دي طفله عندها 4 سنين، يا رب انت مش هتسمح لها بالم. وربنا تمجد معانا بشفاعه العذراء مريم. وقامت فاقت من البنج وبقت تتكلم وبتبلع وبتاكل، نشكر ربنا الحمد لله. فيعني هي كويسه، هي مش عامله عمليه لا، يعني هي كان شكليا بس عامله عمليه، لكن ربنا مد ايده وشال الالم شال الورم شال كل حاجه. الدكتور قال لي نحلل العينه، بس انا بقول لك من قبل ما تحللي العينه ان ده ورم حميد. قلت له يا دكتور بس مش عايزه يرجع تاني، انا واثقه في ربنا. قال لي طب نحلل العينه، وحللت العينه فقال لي ده حاله نادره والتحليل يعني طلع ان ده ورم حميد وان شاء الله مش هيرجع تاني ببركه العذراء مريم. ورحت بعدها بشهرين برضو للدكتور، عشان بقالنا شهرين احنا او 3 شهور عاملين العمليه، عشان يعني يطمن على الجرح وكده. قال لي تمام، والعمليه انا فاكر عمليه بنتك دي كانت عمليه اول مره اشوف كده، وكانت عمليه متيسره جدا وسهله جدا، ومش احنا اللي كنا بنشيل الورم يعني، ده كان ايد ربنا معانا وهو اللي شال الورم. ونشكر ربنا بقت كويسه والورم حميد، وباذن ربنا باذن يسوع مش هيرجع لها تاني، لان انا واثقه في ربنا بشفاعه العذراء. و... ورحت تاني كنيسة العذراء ميت بشار. وشكرت العذراء لاني كنت واثقه ان انا هرجع مبسوطه زي ما انا رحت اول مره متضايقه وبعيط وطلبت شفاعتها. وابونا قال لي العذراء هتبسطك، فانا كنت واثقه ان العذراء هتبسطني، ورحت تاني وانا مبسوطه وبشكرها على وقفتها جنبي وشفاعتها لينا، وان هي شافت بنتي. ونشكر ربنا، وربنا يشفي كل مريض بشفاعه العذراء مريم، ربنا يمجد اسمه معانا كلنا امين.